مرحبا يا أصدقاء. اليوم سأشارككم قصة أثرت في بعمق. نعلم جميعا ضغوط الحياة، أليس كذلك؟ لكن ما مررت به كان فريدا من نوعه. اعتقدت أن كل شيء يسير كالمعتاد، القليل من كرة القدم والدراسة والضحك مع الأصدقاء، وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب. وجدت نفسي تحت ضغط شديد لدرجة صعبت علي التنفس. لم يكن هذا الضغط ناتجا عن الحياة اليومية فحسب، بل كان هناك شخص أو اثنان يستغلان مناصبهما في مصر لإلحاق الأذى بي. تخيلوا، أشخاص ذوي السلطة يستخدمون نفوذهم بطريقة خاطئة. كانوا هم السبب وراء هذا الضغط الذي كنت أشعر به. كنت أعود إلى المنزل كل يوم وكأن جبلاً يثقل صدري. استغلوا كل فرصة لتضييق الخناق علي. في البداية كانت الأمور بسيطة، نظرة هنا وتعليق هناك. لكن سرعان ما تصاعدت الأمور، أصبحوا يلاحقوني في كل مكان. شعرت بأنني محاصر، وكل هذا لمجرد أنني كنت أملك رأياً مخالفاً. كنت أؤمن بشيء لا يؤمنون به، وفي بلد مثل مصر كان هذا كافياً لاستهدافي. لكن هل تعلمون ماذا؟ لن أسمح لهم بكسر إرادتي. لقد تعلمت أن الضغوط جزء من الحياة، لكن لا يوجد ما يدفعني للاستسلام. يجب أن نواجه التحديات بقوة وإصرار. إذا كنت تمر بضغوط، تذكر لست وحدك. كثيرون مروا بنفس التجربة وأنا واحد منهم. المهم ألا تستسلم، دافع عن حقوقك وعبر عن رأيك، ولا تدع أحدا يخيفك. شكرا لكم على الاستماع يا أصدقاء. كونوا أقوياء.